تعالى يا اسطى رايح فين؟ ده احنا طلعنا بنجند اعضاء مجلس اتحاد الكوره علشان يخلصوا لنا صفقات. لايك وشير للفيديو ده، ولو مش عامل لي متابعه انت الخسران. يلا نسمع. كنت عايز تعمل ايه؟ هقول لك على مفاجاه اول مره اقولها، يعني ممكن دي تبقى مفاجاه كبيره جدا. عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره في الفتره دي كلمنا انا وعبد الله السعيد. حلو. ورحنا قعدنا معاه في فندق، في فندق مش هقول اسم يعني، ماشي. في فندق في القاهره. ماشي. وكان مكلف من الكابتن خطيب. كان فاضل لنا 6 شهور في عقدنا، لا كان فاضل سنه في العقد. ماشي. وقعد معانا يا جماعه، وانا يعني بما اني راجل اهلاوي وانا اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مفوضني بس بشكل غير رسمي ان انا اتكلم معاه. فدخلنا. والله بجد يا جماعه انا نفسي اعرف اللي بيحصل هنا في مصر ده بيحصل فين؟ اللي النادي الاهلي بيعمله بيحصل فين؟ يعني بنجند اعضاء مجلس اتحاد الكوره علشان يخلصوا لنا صفقات من الانديه. ما بيكفيناش مثلا ان احنا بنمضي لعيبه من قبلها بسنه ونص ومن قبلها بسنه وبنخلي لعيبه ما تجددش مع الانديه بتاعتها؟ لا ده ما يكفيناش، لا بنجند اعضاء مجلس اتحاد الكوره علشان يروحوا يخلصوا لنا صفقات ويجيبوا لعيبه يقولوا لهم النادي الاهلي عاوزكم، وبيقول لك مفوضني بشكل غير رسمي. هو اللي بيتفاوض مع لاعب بشكل غير رسمي ده بيتفاوض ببلاش؟ يعني انت بتعمل الكلام ده حبا في النادي ولا بمقابل؟ ولو بمقابل مين اللي بيديهولك؟ وليه اصلا الكابتن محمود الخطيب ما يتفاوضش مع عبد الله السعيد او احمد سمير فرج ايام ما كانوا في الاسماعيلي؟ المفروض اصلا ان الكابتن محمود الخطيب كان هو اللي بيخلص الصفقات كلها. ما هو على كده يا جماعه لما كانوا بيقولوا الاهلي بيفضل الاسماعيلي، ده مجلس اداره اتحاد الكوره هو اللي بيساعد النادي الاهلي على ان الاسماعيلي يفضى. يعني تخيل كده راجل عضو مجلس اتحاد كوره يفضل مصلحه النادي الاهلي عن النادي الاسماعيلي. ما بدل ما تشتغل في اتحاد الكوره اشتغل سمسار، على الاقل مش هيبقى عيب، على الاقل ده هيبقى شغلك وهيبقى اكل عيشك. خد من عندك. ده كتير على فكره بيحصل في المنتخب، تلاقي مثلا عضو مجلس اداره بيفوض لاعب في المنتخب، تلاقي مثلا عضو مجلس اداره مسافر مع بعثه المنتخب بيكلم لعيبه علشان تنضم للنادي الاهلي، وده طبعا عمره ما هيبقى صح في الكوره. هو مش كل نادي عنده مدير تعاقدات وعنده لجنه سكاوتنج وعنده ناس تتفاوض باسمه؟ هل عمرنا بنشوف دوت في الدول الثانيه؟ عمرنا اقسم بالله ما هنتقدم في الكوره طول ما هو في ده موجود. ده فساد، ده اسمه فساد. وطبعا انا عارف الاخوه المحنكين هيطلعوا يقولوا عليا مش اهلاوي، وهيطلعوا يقولوا عليا بتاع ريتش، وهيقولوا عليا زملكاوي. عايز اريحكم واقول لكم ان انا نفضت لكم خالص، واقسم بالله ما بشوف كومنتاتكم حتى ولا بسمع لها، لان كلمه الحق تقيله على لسانكم وعلى ودانكم.